اليوم وياكم محمد وقطيبة للحلقة الثانية من برنامج شد يا بطل. اليوم عندنا موضوع مهم جدا، هو اليوم راح نحكي بموضوع خارج التمرين، خارج القاع، عوفوا الحديد، عوفوا كل شيء، انسوا كل شيء يخص بناء الاجسام. اليوم راح نحكي بموضوع داخل العضلة ايش دا يصير، وشلون بدها تشتغل العضلة بالضبط، ليش؟ حتى نتعلم علميا احنا شلون هاي العضلة تشتغل، بالتالي نستفاد بهواي امور، ومن ضمنها حتى نحمي نفسنا من الإصابة ونحصل أحسن نتيجة بأسرع وقت ممكن. والفيديو ويانا ان شاء الله كامل وتشوفوا شلون راح تشتغل العضله وليش تمرين العضله على اساس شنو. واليوم بس عليك، خلوا ويانا. اهلا بكم ابطالنا، وهنحاول اليوم نتعلم كيف تعمل العضله من الداخل عن قرب. واذا دخلنا الى داخل العضله وقربنا الصوره راح نرى ان العضله تتكون من المسل فايبر بندل، الحزمه العضليه، والمسل فايبر بندل ايضا نقرب الصوره تربط بالجهاز العصبي عن طريق النيورون، وهذا الربط عن طريق نيورو ماسكولار بريدج او جنكشن. اذا قربنا الصوره اكثر راح نرى انه المسل فايبر تتكون من ساركومير، المايوفايبرل يتكون من الساركومير، وهذا الساركومير يتكون القطعة الواحدة تتكون من thick filament و thin filament، وهذا ما يمكن العضلة من التقلص، حيث تنزلق thick filament على thin filament. والthick filament هو ما يسمى بالمايوسين ومربوط بالأملاين، أما thin filament وهو الأكتين ويربط بالزيلاين. وكما نرى كأنما أنه الأكتين والمايوسين ينزلق أحدهما فوق الآخر لكي تحصل عملية التقلص العضلي، ولكن المايوسين لا ينزلق، ولكن هناك عملية مسك للأكتين عن طريق كروس بريدجز، حيث أن المايوسين يمسك بالأكتين ويسحب به للوراء ويقربه من وسط العضلة، وهو ما يفسر عملية التخلص العضلي، حيث يحتاج هذه العملية إلى ال ATP. وعندما تحصل عملية فإن ال ATP يتحول إلى ADP وفوسفور، وعن طريق الجسور الرابطة يقوم بسحب الأكتين، المايوسين يقوم بسحب الأكتين، وعندما تتم العملية يتحرر ال ADP والفوسفور، وبذلك سوف يأتي يحضر ATP جديد لإجراء عملية مرة أخرى، وبهذا تتحرك العضلة. وكما لاحظنا هذه العملية تقوم بأجزاء من اللحظات من الثانية على مستوى الجزيئي والمستوى الذري للعضلات. وكما نرى أن المايوسين والأكتين كيف وكأنما ينزلق أحدهما فوق الآخر لكي تحصل عملية التقلص العضلي. أهلا بكم مرة ثانية، ويانا فيديو آخر يوضح عملية عمل العضلة وكيفية إصلاحها للحصول على الضخامة العضلية. طبعا مثل ما تعرفون عندما الشخص يتمرن راح تتحرك العضلات، وبالتالي تتعرض لإجهاد عضلي عن طريق مثل ما قلنا ال ATP وال ADP. هذا الإجهاد يؤدي إلى حصول تشققات في العضلات في الفايبر العضلي، وهذه التشققات يقوم الجسم عندما ناخذ استراحة ريكفري يقوم الجسم بإصلاحها، وبالتالي يقوم عند الإصلاح يقوم بزيادة الليف العضلي حجمه وعدده لكي يكون الليف العضلي أقوى ويتحمل التمارين أكثر في المرة الثانية. حبايبي شفتوا الفيديو، إن شاء الله استفدتوا وحبيتوا. ابقوا ويانا في الحلقات القادمة من برنامج شد يا بطل.